وجهي. إذا سألت كيف ستكون الصورة، اسمع كلمات نبي قالها قبل 1400 سنة. تالله إن الدكتور يوسف يحفظها ويعلمها قبل أن أولد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تسودوا وجهي، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. في ذات الحديث قال: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، وإن وراء هذه الفتن مسيحين، مسيحا أعوره يعلمه كل الناس حدث به كل الأنبياء، ومسيحا طاهرا صالحا ابن مريم. هذا لا يكون الأعور إلا على نهر دم، جاءنا بالكذب من قبل ويأتي الناس بهذا الدم. كما قال عليه الصلاة والسلام: نقول وراءه، نكرر وراء نبينا: لا تسودوا وجه الإسلام، لا تسودوا وجه نبينا، لا تسودوا وجه الإيمان الذي قتل في مسجده ذلك الشيخ ذو الشيبة. عجيب كيف يقتل الناس بعضهم بعضا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. أنا أقول: اسمعوا يا أهل الشام، أين القرآن؟ من قام منهم يتلو عليكم القرآن؟ العرعور، الفضائيات الأخرى، من رأيتموه قام يمسك القرآن؟ من رأيتموه قام؟ تالله إنني رأيت الدكتور يوسف يقول للناس: شرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. وهذا حديث. ثم أمسك وكتم، وتتمة الحديث: قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا. لما كتم؟ لما لا يحدثونكم بالنبوات؟ من رأيتموه منهم يقوم بالقرآن؟ ولو قام لكم هذا القائم أنا حجيجه دونكم. لما أشرنا عليهم؟ قوموا. قام الأنبياء بالحجج، تعالوا. لما لا تقوموا هذا الفضاء؟ أنا أعلم سيفتح فضاء الشام. قوموا. هذه الجزيرة الحكر، هذه الجزيرة الحرام، إباحة الدم، هذه لن تبيح إلا لهذا الشيطان الذي أباح الدم بعد نبي الله. أقول لكم: افتحوا فضاء المشرق والمغرب، فليطل علينا زعيمهم بقرنه ودجالهم بقرنه. بيننا وبينهم لسان عربي مبين أنزله الرب من فوق 7 سماوات، لا يجهله إلا جاهل ولا يعلمه إلا ذو بصيرة. تالله إن الرجل القرضاوي لاحق بالذي قتله، وإنني لاحق بكليهما، وإن الله مبتعث كلانا جميعا يسألنا: ماذا قلت وبما أفتيت ولما أفتيت؟ أعلى ذهب وكرسي، أعلى أمير كذبك وخان المرسلين. لما فعلتم هذا؟ إن أحدنا يوصد باب داره حتى لا يأكل الذئب بنيه. فلما افتتحتم علينا من جاء من المشرق والمغرب والأرض والسماء؟ لما جلبتم علينا السيف والدم؟ تركنا نبي الله أمة واحدة. قال عن أولئك الذين حملوا علينا السيف: قال: لو أدركتهم. أنا أقول للمسلمين جميعا: أتته الزانية فأشاح بوجهه، أتاه الشريب فأشاح بوجهه. قال عن هؤلاء الذين حملوا السيف على المسلمين، الذين قتلوا عليا وقتلوا من قبله عثمان، قال عنهم: كلاب النار. لو أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. بما جلبتم علينا هذا الدم؟ كيف يصلي أحدكم ثم يسلم ذات اليمين وذات الشمال، ثم يقوم فيقتل ذات اليمين وذات الشمال؟ حين دخل الذي فجر نفسه في المسجد، من خان البوطي أم خان الرب الذي افتتح الباب وافتتح البيت له؟ من خان من هؤلاء؟ لما قتل الذين مع الرجل؟ ما ذنب أولئك؟ كيف يقتلون الرجل؟ جاء رجل لمحمد عليه الصلاة والسلام، إن كان الدكتور يذكر هذا الاسم فليقل لنا: محمد عليه الصلاة والسلام الذي نبذت كلامه وراء ظهرك. جاءه رجل من أصحابه قال له: أرأيت مشركا قاتلته فطرح يدي، قطع يدي، أدركته،
قال لا إله إلا الله. أقتله بعدما قالها؟ قال لا. قال طرح يدي؟ قال لا. قال طرح يدي. قال إن قتلته فأنت في محله قبل أن تقتله، وهو في محلك فأنت في محله قبل أن يقولها، وهو في محلك قبل أن تقتله، أي أنت في النار وهو في الجنة. أحاديث الفتن إن كان يذكر الدكتور التي فيها يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قال علماء الملة أصحاب محمد، قالوا يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا يقتل أخاه. قال عليه الصلاة والسلام مقاتلة المسلم كفر، من حمل علينا السلاح فليس منا. حديث صحيح يعلمه الرجل قبل أن أولد وقبل أن أشيب. قال عليه الصلاة والسلام لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. اسألوا الدكتور يوسف، محمد، سعيد والذين معه والذين قبله، وأسأل الله ألا يكون بعدهم منهم أحد. لا يقتل في الشام من هؤلاء أحد. سلوهم هؤلاء من المؤمنين، سلوهم هؤلاء من الحديث. يقوم الرجل عند العرش، يقوم الرجل عند العرش يمسك رأسه بعدما قتل، يقول للرحمن سل هذا فيما قتلني. يقول الرب لهذا القاتل علامة فيما؟ قال على ملك فلان، على ملك فلان. سألوا الدكتور يعلم من الذي أمره. على ملك فلان. إن كان غيظا على الرئيس الأسد أو على الرئيس يبدو أن هناك خللا فنيا ما. سنعاود التواصل مع فضيلة